توفري يعني هتوفري. لازم تعملي حصالة رمضان ولازم توفري معانا، عشان رمضان مش زي اي شهر. يلا بينا نبدأ. اقول لكم احنا بنعمل حصالة رمضان من زمان، احنا بادئينها من زمان. بنعمل الفلوس دي ازاي؟ اكيد يعني مش معانا فاضي في البيت ميتينات وميات نحطها عشان نعمل مبلغ كبير مرة واحدة. لا، احنا بنبدأها واحدة واحدة. احنا بنبدأ بجنيه ونص وخمسة، اي حد معاه حاجة بيحطها في الحصالة، وواحدة واحدة بتكبر، وعلى رمضان بيكون معانا مبالغ كبيرة. يلا بينا نبدأ، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان القناة تكبر بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هقول لكم تجربتي في حصالة رمضان، بعملها من سنين ان احنا بنعمل حصالة رمضان عشان دايما بنقول ان رمضان مش زي اي شهر. رمضان عندنا شهر مختلف. زي ما قلت لكم، عودوا ولادكم انهم يستعدوا رمضان بكل حاجه، يعدوا رمضان. فاضل كام يوم كمان بنستعد ان احنا بنحوش لرمضان. مش انا لوحدي، ولادي كمان بيحوشوا. اي حد بياخد مصروفه لازم يحط حاجه من مصروفه في حصالة رمضان. هم اللي من نفسهم من كتر حبهم لرمضان بيجوا يحطوا في حصالة رمضان، يقولوا عشان على رمضان يكون معانا مبلغ نعمل بيه اللي احنا عايزينه. سواء بقى هتجيبي يميش رمضان، الحاجات المختلفة اللي بتبقى عايزة مبلغ كبير عشان نجيبها، سواء بقى هتطلعي مبلغ صدقة، سواء هتعملي كرتونة تطلعيها، اي حاجة. المهم تبدأي تحوشي مبلغ محترم قبل رمضان. هقول لكم احنا بنعمل ايه. احنا عاملين كام واحده زي دي، مش واحده بس. احنا عاملين كام واحده، كام برطمان عادي كده بنحط فيه كل حاجه. يعني هتلاقوا هنا، شوفوا حتى واحد حاطط نص جنيه من اللي هو القديم وفي جنيهات وفي نصاص وفي خمسات وفي خمسينات وفي ميات، بيبقى فيه كل حاجه. فكرة حصالة رمضان انك لازم كل يوم تحطي فيها فلوس. سواء بقى حاجة بسيطة، فكة فايضة معاكي من سوق، نزلتي السوق، نزلتي اشتريتي اي حاجة، فاضل معاكي اي فكة في البيت، اي ولد خد مصروفه، اشترى حاجة وفاضل معاه حاجة بيحطها في حصالة رمضان. المهم انك تواظبي كل يوم تحطي حاجة. ما بقولكيش كل يوم حطي 100 جنيه 200 جنيه، لا، كل واحد على حسب مقدرته. انت معاكي تحطي اكتر من كده حطي، ما معكيش يبقى على قد مقدرتنا كده، حاجة بسيطة بنحطها كل يوم في الحصالة. حاجة على حاجة بتيجي في آخر لما الحصالة تتملي أو الحاجة اللي احنا عاملينها تتملي، بنعدهم نلاقيهم مبلغ محترم. نبدأ بقى نحطهم، نجمدهم ونحطهم في حاجة تانية، ونبدأ نحوش الجديد. يعني أنا عاملة من دي 3 4، كل اللي معاه فلوس فكة بيحطها فيها. ومن زمان احنا عاملين، من زمان قوي على فكرة، مش عاملينها دلوقتي، احنا بادئين من زمان. الناس اللي بيقولوا لا لسه رمضان بدري وهنبدأ من دلوقتي هنزهق والكلام ده، لا يا جماعة، رمضان مش بدري. ومحدش يقول لي رمضان مش أكل وشرب ورمضان شهر عادي زي أي شهر، لا مش شهر عادي. وأنا بعود ولادي إن هو مش شهر عادي ولازم يستعدوا له صح. حتى لو هيستعدوا له بحصالة رمضان هيستعدوا له بحاجات تانية كتير، بس لازم يحسوا إن رمضان مختلف عن أي شهر. أنا بالنسبة لي مش زي أي شهر، ولازم تعودي ولادك ان هو مش زي اي شهر. والاكل فيه كمان مش زي اي شهر. يعني انا بحب في رمضان ان انا اميزه في كل حاجه، عشان يفضل ذكرى حلوه لاولادي، وكمان عشان يفضل بالنسبه لهم رمضان حاجه حلوه يستنوها من السنه للسنه. هي دي فكره تحويشه رمضان او حصاله رمضان. بنبدا بقى الفكه دي كلها ناخدها نجمدها او نعدها نشوفها قد ايه، ونمسكها. كل الفكة دي طبعا هنعدها واحدة واحدة ونبدأ. وطبعا دي شغلانة العيال، يعني بيمسكوا الحاجات دي كلها يعرفوا هي قد ايه، ويبدأوا بقى ايه يجمدوها من اي محل، وتعملي مبلغ زي كده. احنا بادئين زي ما قلت لكم بقالنا كتير، مش بادئين دلوقتي خالص. يعني احنا بادئين من فترة طويلة، مش فاكرة قد ايه بالظبط، بس انا بادئة بقالي كذا شهر. كذا شهر بنحط في الحصالة جنيه بجنيه، 5 ب5، 10 ب10، 20 30، أي حاجة فايدة معاكي، 100 مرة. مرة يكون شهر بنوفر فيه في مثلا حاجة، عندي أكل زيادة في الشهر، عندي خزين زيادة فبوفر مثلا 300 أحطهم، مرة 100 أحطهم مرة واحدة. غير اللي أنا بقول عليه اللي هو يوم بيوم. يعني كل يوم بنوفر، وكمان ممكن في الشهر بتوفر. التوفير طبعا محتاج تخطيط شوية. يعني الورقة والقلم بيخلوكي توفري، هتوفري يعني هتوفري،
واحدة واحدة كده بتمسكي مصروفك سواء يومي أو شهري أو أسبوعي، وتبدأي تطلعي المصاريف اللي عليكي كذا، الالتزامات كذا، مثلا الأكل والشرب كذا، هطلع الغداء الفطار الحاجات اللي عليا كلها. هتلاقي انك مقسمة، يعني مثلا لو بتاخدي بالشهر هتقسمي المصروف على قد 4 أسابيع، كل أسبوع في ظرف لوحده. ومهما حصل استحالة تيجي على الأسبوع التاني قبل الأولاني ما يخلص، يعني ما بتاخديش حاجة من فلوس الأسبوع التاني قبل ما الأولاني يخلص. ده بيخليكي تجبري نفسك إنك توفري، يعني هتوفري. انت دلوقتي مثلا عاملة 1000 جنيه للأسبوع، بتوفري ازاي؟ انك بتقسمي احتياجات البيت كله على ال1000 جنيه ده طول الأسبوع. المهم ان محتاجش فوق ال1000 جنيه. امشيها بقى مره كده مره كده، حاجه مثلا مش ضروريه مش لازم نجيبها، واحده واحده كده. بتلاقي الاسبوع عدى عليكي من غير ما تتحوجي ومن غير ما، بس هي مش بتيجي من اول مره، يعني انت اعمليها كم مره، شويه شويه ايدك هتاخد على الموضوع ده، وهتبداي تعرفي ازاي تعدي الاسبوع من غير ما تحتاجي من فلوس الاسبوع اللي بعده. هتلاقي نفسك اخر الشهر طالعه موفره، عشان انتي ما لخبطتيش الدنيا، ما خسبتهاش كده يعني ايه فلوس محطوطه واسحب منها وخلاص. لا، انتي عملتي مصروف لكل حاجه، عملتي التزاماتك الاول دفعتيها كلها، والباقي قسمتيه على 4 اسابيع. وده برضه ممكن تعمليه لو بتاخدي مصروف اسبوعي. لو بتاخدي مصروف اسبوعي مثلا هتاخدي كذا في الاسبوع، بتبدأي تقسمي على الأيام. يعني أنا باخد في الأسبوع مثلا يعني برضو 1000 جنيه، هقسم كل يوم مثلا، أو حاجة الفطار مثلا هجيبها كلها مرة واحدة كذا، خضار وفاكهة للأسبوع كذا، هعمل حسابي مثلا هجيب فرختين بكذا. المهم في الآخر ما اطلعش محتاجة ولا مليم فوق ال1000 جنيه اللي أنا خدته، لازم يكفيني الأسبوع. ده بيديكي ثقة في نفسك، وثقة في بيتك، وثقة في قدرتك انك توفري. شوية شوية هتلاقي نفسك بتعرفي توفري من مفيش. كلنا مرتباتنا على قد، وكلنا ما احناش لاحقين، والغلا والمدارس والكلام ده كله. بس لو مشيتي زي ما احنا بنقول هتوفري، وهتلاقي رمضان داخل عليكي وبيتك مليان خير ومليان حاجات حلوة انت ما كنتش تتخيلي ان انت ممكن تقدري تجيبيها. عارفين انا اول ما بدات احوش لرمضان كان بالنسبه لي ايه يعني جنيه، وايه يعني الحاجات اللي انا بعملها دي؟ طب ما انا ممكن اجي على نفسي مثلا في الشهر، كل شهر اوفر مثلا 500 جنيه وخلاص. ايه اللي يخليني كل يوم وكل فكه والكلام ده؟ دي حاجه مش حلوه يعني. لقيت ان بالعكس، لو انا اعتمدت على ان انا كل شهر هطلع، كل شهر اجي ابص الاقي الالتزامات بتكتر، ودراسة ومصاريف ومش عارف ايه، طلع لي الشهر ده وايه، لا طب خلاص مش لازم الشهر ده اوفر، إيه خليني الشهر الجاي، طب خليني مش عارف الشهر اللي بعده وكده، وما وفرتش حاجة. انما لما تبداي بحاجة بسيطة زي الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي، بتلاقي نفسك مش مزنوقة خالص. يعني لما كل يوم كل تسويقة وانت جاي من السوق حطي 10 جنيه، كل حاجة بتشتريها من السوبر ماركت فضل معاكي فلوس تعالي حطيها، مثلا لقيتي عرض على حاجة اعتبري ان العرض ده ما جاش، والفلوس اللي باقية حطيها. واحدة واحدة كده بتلاقي انك عملتي مبلغ من مفيش، عملتي حصالة من مفيش، عملتي حاجة انت كنت عايزاها من مفيش. صدقوني والله مش مثلا كتر فلوس ولا الكلام ده، لا احنا بنبدأ بحاجة بسيطة وفي الاخر بتدي معانا المبالغ الحلوة دي. يعني هنوفر، يعني هنوفر. رمضان هيعدي علينا واحنا مش محتاجين ان شاء الله. رمضان هيعدي علينا واحنا معانا اللي يكفينا ويكفي اولادنا، ونخليهم يشوفوا كل حلو في رمضان. نجيب لهم اليميش، نجيب لهم حتى لو كمية صغيرة من اليميش، نجيب لهم فوانيس، نجيب اي حاجة جديدة في رمضان، نفرحهم ونحسسهم ان رمضان فرحة، وفرحة رمضان غير. دي بالنسبة لي فكرة التحويش في رمضان او التحويش لرمضان. هتقولوا لي احنا بنبدا الحصاله من امتى؟ انا عن نفسي ببقى نفسي ابداها من رمضان اللي فات، يعني من اول ما رمضان يخلص نفسي ابدا تحويش لرمضان اللي بعده، عشان فعلا بتبقى فرحه وحاجه حلوه لما تلاقي معاكي مبلغ محترم كده وانت داخله على رمضان. وطبعا رمضان السنه دي في دراسه وفي هدوم عيد وهدوم شتوي ومش عارف ايه. هتلاقي نفسك معاكي مبلغ تجيبي حاجات انت ما كنتش عامله حسابها.
هتلاقي نفسك داخله رمضان ومعاكي مثلا، حتى لو وفرتي 1000 جنيه بس، ال1000 جنيه ده هتنزلي هتجيبي بيه حاجات مختلفة ما كنتش عاملة حسابها تماما، حاجة مش من الالتزامات. يا ستي لو عايزة توفري مثلا، انتي عايزة تعملي الهدوم العيد مثلا، هيبقى ليكي نظام تاني في التحويش. عايزة تعملي العزومات رمضان مثلا، الناس اللي بيعملوا عزومات في رمضان هتعملي نظام تاني. كل واحد عنده هدف في رمضان يعمله، هيعرف من خلاله يعمل حسنة رمضان صح. البرطمانات دي مالية البيوت، هنبدأها واحدة واحدة. برطمان 2، نحط مثلا في أوضة الولاد واحد وفي أوضتك واحد، وأي حد معاه فكة يحطه. العيال بقوا يتسابقوا انهم يحطوا الفكه اللي معاهم، وانا حطيت النهارده اكتر، وانا حطيت مش عارف ايه، انا وفرت من مصروفي وحطيت في حصاله رمضان، وفرحانين ان احنا بنحوش لرمضان. اشركوا ولادكم في الحاجات الحلوه دي، اشركوهم في الفرحة الحلوة دي، اشركوهم وخليهم يعملوا ذكريات حلوة لرمضان. خليهم يفتكروا رمضان بالحاجات دي، بيحكوها لأولادهم. شايفين احنا ذكريات رمضان عندنا ايه، وذكريات الفوانيس ايه، وذكريات كل حاجة في رمضان حلوة ازاي. هما كمان الحاجات دي بالنسبة لهم هتبقى ذكريات حلوة جدا، ويحكوها لأولادهم. وكنا بنعمل حصالة وبنوفر وما بنصرفش عشان نعمل رمضان، ونجيب حاجات حلوة في رمضان. رمضان شهر الخير، رمضان شهر غير، رمضان فرحته غير اي شهر، اكله غير اي شهر، كل حاجه فيه غير. خلوا رمضان يعدي علينا بسعاده وبراحه بال، مش بخناق على المصروف، ولا ما معناش نجيب، ولا هنعمل ايه، ولا اصل الدنيا كلها كده. الدنيا كلها كده بس انا كست بيت شاطره بذكائي اعرف اعمل مبلغ كويس ابدا بيه رمضان، وولادي يفرحوا بيه في رمضان.